في قرية صغيرة جنب المنوفية سنة 1979 حصلت حادثة خلت الناس كلها تسكت وتتجنب الكلام عنها لحد ما ظهرت الحقيقة بعد 41 سنة. القصة عن راجل اسمه عبد الستار مات ودفنوه، لكن بعدها بشهور ظهر تاني بنفس وشه بنفس صوته بنفس كل حاجة. مين ده؟ شبح؟ توأم؟ ولا في حاجة أعجب من كده؟ تعالوا نحكي من الأول. سنة 1979 في عز الشتاء الدنيا كانت مغيمة والجو كله كأنه بيخبي مصيبة جاية. القرية كلها اتجمعت يومها علشان جنازة عبد الستار، راجل طيب فلاح بسيط معروف انه عمره ما زعل حد. مات فجأة بسكتة قلبية على كلام الدكتور، وصلوا عليه ودفنوه بإيديهم والموضوع انتهى، أو على الأقل ده اللي كانوا فاكرينه. عدت الأيام وعدت 6 شهور بالظبط، وفي يوم والست نبوية مرات عبد الستار كانت بتبيع في السوق بصت قدامها وشافت حاجة وقفت قلبها. راجل لابس جلابية رمادي قديمة ووشه هو عبد الستار. جريت عليه وهي بتصرخ عبد الستار، بس الراجل بصلها وقال لها بهدوء أنا معرفكيش يا حاجة. الكلام انتشر زي النار في الهشيم. الناس بدأت تقول ده شبحه؟ لا يا عم، ده ما ماتش أصلا، أكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل. أخوه الكبير راح له وقال له أنت عبد الستار؟ الراجل قال له لا، أنا اسمي مصطفى وجاي من الفيوم. بس لما جابوا صورة لعبد الستار قلبه وقع ووشه اتغير وقال هو ده اللي بشوفه في الكوابيس، هو ده اللي بشوفه في الكوابيس من سنين. الموضوع وصل لمأمور المركز واللي اكتشف حاجة قلبت كل التوقعات. مصطفى ده متسجل باسم تاني من 25 سنة، واتضح ان في تشابه غريب في البصمة الوراثية بينه وبين عبد الستار. الموضوع دخل في أبحاث علمية وشكوك عن تجارب زمان كانت بتحصل في الخفاء. الموضوع اتركن واتنسى، بس اللي شافه ما قدرش ينساه. هل كان عبد الستار اتخطف واتزرع له نسخة، ولا مصطفى ده ضحية تجربة، ولا فعلا في ناس بتعيش مرتين؟ مصطفى اللي بيشبه عبد الستار بعد مواجهته في القرية اختفى تاني يوم وساب وراه سطر مكتوب بخط ايد عبد الستار انا كنت هناك وهم رجعوني غصب عنهم. حد من اهله يلاقي صندوق قديم فيه اوراق طبية غريبة مرسوم فيها وش عبد الستار ومكتوب عليها حالة رقم 17 تجربة نقل الذاكرة، وكان فيها تجارب على الذاكرة والسيطرة على الجسد. واحنا كام واحد فينا ممكن يكون مش هو بس مش عارف. بعد اللي حصل في القرية واختفاء مصطفى اللي شكله نسخة من عبد الستار الناس بدأت تهدى، لكن الهدوء ده ما كانش طبيعي، كان الهدوء اللي بيجي قبل العاصفة. بعد كام يوم ابن اخو عبد الستار طفل عنده 12 سنة دخل أوضة جده اللي كانت مقفولة من ساعة الوفاة ولقى صندوق صغير خشب متغطي بطبقة تراب. فتحه ولقى فيه ورق قديم ودفتر ملاحظات لونه أصفر. الدفتر كان مكتوب عليه من بره خاص وسري حالة رقم 17 عبد الستار عبد الرازق خنكة 1961. الولد جري لوالده، والراجل لما شاف الورق اتغير وشه وقال انت جبت الكلام ده منين؟ الدفتر ده كان مدفون معاه. الدفتر كان فيه تفاصيل غريبة عن تجارب عن نقل الذاكرة وناس بيجربوا يزرعوا وعي شخص في جسم شخص تاني، وإن عبد الستار كان واحد من المتطوعين أو ضحايا التجربة دي. وقتها قالوا إنه كان في مصيف، لكن الحقيقة إنه كان محجوز في مصحة سرية كان بمستشفى الخنكة. جنب مستشفى الخنكة، وكان مشارك في تجربة طبية ممنوعة بتمولها جهة أجنبية بالتعاون مع دكاترة مصريين. وبعد 3 شهور من اختفائه التاني مصطفى ظهر فجأة، بس المرة دي مش في القرية، ظهر في مستشفى العباسية
بيهزي وبيقول رجعوني، بس مش كله، في جزء مني لسه هناك. الدكاترة كتبوا تقرير إن مصطفى بيعاني من اضطراب هوية انفصامي، بس في حاجة كانت غريبة. البصمات اللي على جسمه مطابقة لعبد الستار بنسبة 91%، وده علميا مستحيل يحصل بين اتنين ملهمش صلة دم مباشرة. بعد شهور قليلة مصطفى اختفى من المستشفى، ولا حد شافه تاني. لكن القصة فضلت، والناس في القرية لحد النهاردة بيقولوا عبد الستار رجع. بس مين اللي رجع فعلا؟ الإنسان ولا التجربة؟ ولا يمكن احنا أصلا ما نعرفش احنا مين؟ دلوقتي بعد اللي سمعتوه، تفتكروا دي كانت صدفة، ولا عبد الستار فعلا رجع من الموت، ولا في حد تاني لسه هناك مستني دوره؟ لو حابين تعرفوا القصة من أولها واللي حصل في المصحة، اكتبولي في الكومنتات وقولولي تحبوا تشوفوا ايه الجزء التاني. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان كل قصة غريبة وورقة من الدفتر توصلك أول ما تفتح.